3 مواد عندي لو حضانة ابني بتطبّقهم إذًا الحضانة دي متميزة. أول مادة عندي هي مادة القرآن الكريم، وهنا طبعًا الحضانة لازم تهتم بقراءة القرآن بالتجويد وحفظ القرآن بالتجويد مع تفسير ميسّر لآياته. أنتم لن تتخيّلوا قد إيه بس مادة القرآن كفيلة عندي إن هي تطوّر الذكاء اللغوي، تطوّر عندي الذكاء السمعي، وتطوّر عندي الذكاء البصري. والاستراتيجيات اللي أنا باستخدمها في تدريس القرآن كفيلة برضه إن هي تزوّد عندي أو تطوّر عندي الذكاء الاجتماعي والذكاء الذاتي. تاني مادة عندي وهي مادة الدكتور ماس أو الحساب الذهني أو الMagic board أي مسمى أنتم حابين تسميه. دي كفيلة عندي إن هي تطوّر عندي الذكاء الناطق الرياضي وتطوّر عندي الخيال عند الطفل. تالت مادة عندي وهي مادة الساينس، والمقصود بالساينس إن أنا مش هاردد وخلاص، لأ إن أنا أطبّق اللي موجود عندي في الساينس، التجارب العلمية اللي موجودة عندي، وده طبعًا كفيل إن هي تطوّر عندي الذكاء الطبيعي.